السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم في خير وفي احسن حال يا رب باذن الله. وصفتنا النهارده او الفيديو بتاعنا النهارده ان شاء الله فيديو سريع كده اهوت وخفيف، وان شاء الله الوصفه تعجبكم وتنور رضاكم باذن الله. بس قبل ما نبدا في الفيديو، لو انت عجبك الفيديو متنساش تعمل لنا لايك، تكتب لنا كومنت حلو قمر زيك، وتشترك في القناه وتفعلي رمز الجرس. يلا بينا بقى نسمي الله ونشوف وصفتنا النهارده. اول حاجه كده جبت حوالي 5 فصوص توم. لو انت مقشراهم فريش او مثلا انت ضرباه في الخلاط يعني وركناه عندك، تمام مفيش مشكله. حطيت 5 فصوص توم مع قرن فلفل، ممكن يبقى سبايسي ممكن يبقى فلفل رومي زي ما انا حطاه براحتك برضو. وحطيت بصلايه صغيره، وجبت شويه كزبره، ممكن يبقوا بقدونس عادي برضو سواء ده او ده، بس ده اللي كان موجود عندي، كان موجود عندي شويه كزبره. ممكن تستبدليهم ببقدونس لو انت موجود عندك. هنضرب بقى كل ده في الخلاط، هضربه ضرب ناعم. وبعد كده هجيب اللحمه المفرومه بتاعتنا، الكميه بقى اللي انت حباها. دي كانت تقريبا نص كيلو، ممكن تعملي ربع كيلو لو انت اخر الشهر وعايزه تعملي ميزانيه قليله كده، هو عايزه تلم يعني اليوم ممكن تبقى ربع كيلو. بس دي كانت تقريبا نص كيلو، فاخدت الخلطه اللي احنا عملناها في الكبه، اللي هي الفلفل والثوم والكزبره، وبدات ان انا قلبتها مع اللحمه المفرومه، وهبدا اضيف التوابل. هحط بقى توابل ايه، هحط من كل حاجه نص معلقه. هحط فلفل اسود، هحط ملح، بس الملح اظبطيه حسب الحقيقه اللي انت بتحبيه. هحط ملح، هحط فلفل اسمر، هحط بابريكا، هحط شويه لورا وحبهان مطحونين، هحط شويه قرفه، هحط شويه بصل باودر وتوم باودر. تمام كده، دي كل التوابل اللي انا هحطها. وهحط نص معلقه صغيره بيكنج باودر، علشان الكفته بتاعتك تبقى هشه كده من جوه مفرغه، وتفضل محافظه على القوام بتاعها او على الحجم بتاعها، يعني ما تقلش، لان الكفته دي اصلا بتقل. تمام كده. هبدا بقى اقلب كل الخليط دوت مع بعضه، الخلطه اللي احنا عملناها في الكبه مع اللحمه المفرومه مع التوابل. هرجع الخلطه دي في الكبه اللي احنا كنا ضاربين فيها البقدونس مع الفلفل مع البصل مع الثوم. هبدا بقى اجيب الخلطه اللي احنا قلبناها مع بعضها واضيفها في الكبه تاني، بس اضيف في المرحله ديت حوالي 100 جرام من اللية. تمام كده. يبقى النص كيلو كفتة او النص كيلو لحمة مفرومة ضفت له 100 جرام ليا. هبدأ ان انا اضربهم كويس جدا مع الخلطة دي كلها بقى، مع اللحمة المفرومة مع التوابل مع كل دوت، لغاية ما احس ان هي ناعمة كده شوية، لكن مش هضربها ضرب كتير يعني. مش هنعمها قوي زي ما انتم شايفين كده قدامكم، يا دوب بس الحاجات دي كلها تندمج مع بعضها ويبقوا حاجة واحدة. وهبدأ ان انا ايه اضيف بقى كله على بعضه، وابدأ ان انا اشتغل فيها. خلاص كده كنت ضربت كل الكمية مع بعضها. هبدأ بقى ان انا هجيب بقى اي حاجة عندك، سواء مثلا معلقة لو انت عايزة تصبعيها على معلقة، او عايزة تصبعيها على اسياخ الفرن، او لو عندك اللي هي بتاعت الشيش طاووق دي ممكن تعملي عليها الموجود عندك اشتغلي بيه. وجبت شوية زيت كده جنبي، ممكن يبقوا مية عادي، سواء بيض او سواء قصدي ماشي انا اسفة، سواء زيت او مية اللي انت هتصبعي بيه. تمام كده. هبدأ بقى اجيب السيخ كده جنبي. انا جبت بتاعت الشيش طاووق، ممكن انت تجيبي سيخ الفرن اللي انت حباه. هنا جيت اشتغل بيها، حسيت ان هي يعني طريه شويه مش ماسكه نفسها، فبدات ان انا عملت ايه، بدات ان انا جبت معلقه كبيره بقسماط ناعم، وممكن لو انت ما عندكيش بقسماط ممكن تبقى دقيق. تمام كده. يعني لو انت عندك دقيق وما عندكيش بقسماط عادي مفيش اي مشكله، ممكن تضيفي معلقه دقيق. انا بقى كان عندي البقسماط، فضفت معلقه بقسماط فظبطت معايا وبقت جميله كده وزي الفل. اهم حاجه تظبطي الملح بتاعها علشان يعني الحقيق بتاعها يبقى مظبوط، ما تحطيش نص معلقه زي ما انا قلت. انا قلت نص معلقه من التوابل كلها، لكن الملح انت بتظبطيها حسب الحقيق بتاعك، حسب ما انت بتحبي الطعم يبقى عامل ازاي في الحقيق. هبدا بقى ان انا اصبعها كده كلها، وطبعا اللي احنا حطيناها عليها بتفرق جدا في طعمها، وبتخلي ريحتها حلوه قوي جدا جدا جدا، يعني بتفرق في الريحه وفي الطعم. لو انت مش حابه تضيفي الليه تمام مفيش مشكله، هي كده كده اللحمه المفرومه احنا لما بنجيبها ما بيبقاش فيها، يعني ما بتبقاش صافي لحمه مفرومه، بيبقى فيها جزء من الدهن. تمام كده. بس انا بحبها تبقى يعني فيها ليا وكده، فبقيت ان انا ضفت حوالي 100 جرام ليا، وضربتهم في الكبه زي ما انتم شفتوا. هبدا بقى ان انا اصبع كل الكفته دي، ممكن تعمليها كور، ممكن تعمليها مدوره، ممكن تعمليها صوابع زي ما انا عاملاها، التشكيل اللي انت حباه اعمليه. شوفي الشكل اللي انت بتحبيه وابداي ان انت اعمليه. بس بجد الوصفه دي حلوه جدا، انا عملت معاكم الكفته بانواع كتير او بوصفات كتير، بس دي كمان من الوصفات الحلوه اللي انا يعني عجبتني برضه، وبعملها بتبقى حلوه جدا. هنا بقى هبدا ان انا اصبع بقى كل الكفته ديت، وبعد ما اصبعها هروح واخداها كده زي ما اوريكم كده في الفيديو، هاخدها على التلاجة، اسيبها بقى ترتاح شويه، تتمسك كده مع بعضها علشان اقدر ان انا اسويها. بصوا دي الكميه اللي طلعت لي،
ممكن لو انت حابه كميه اكتر عن كده ممكن تضيفي بصل اكتر من كده، بس انا عشان الولاد ما بيحبوش البصل كتير قوي في الوصفات فبقلل من البصل. لكن لو انت حابه تكملي يعني تخلي الكميه اكبر ممكن تضيفي بصل اكتر. تمام كده. هاخدها بقى على التلاجة، اركنها في التلاجة شويه ونيجي بقى نكمل بقيه الوصفات بتاعتنا. هنا بقى هعمل شويه مكرونه كده، يعني طبقين مكرونه كده جنب الوصفه، عشان ايه؟ يعني حاجه تبقى جنب الكفته. بدأت ان انا سلقت المكرونه وخلاص صفيتها بقى وركنتها على جنب. هاجي بقى اعمل الصلصه زي ما انتم متعودين معايا، الصلصه بتاعتنا الجميله، بس النهارده هعملها بالثوم مش هعملها بالبصل. متعوده بعمل معاكم المكرونه بالبصل، بس المره دي بس هعمل لها توم وبس. جبت شويه توم كده اهوت، حوالي يعني نص راس توم كده اهوت. بدات ان انا فرمتها وبدات ان انا شوحتها في الزيت كده زي ما انتم شايفين، وهنزل عليها بمعلقه كزبره صغيره. هضيف معلقه كزبره صغيره لان عامله توم كتير. وهبدا بقى ان انا ايه، اول ما التوم يدبل معايا هبدا انزل عليه بالكزبره زي ما انتم شفتوا كده، واشوح فيها شويه. كده خلصنا؟ لا ما خلصناش، اللي هيديها الطعم احلى واحلى بقى هضيف معلقه خل كبيره. وشموا بقى الروايح بقى، ويا سلام بصوا هتبقى احلى مكرونه. اللي هيجرب المكرونه بالطريقه دي مش هيبطلها ان شاء الله. خلاص كده ضفت بقى الصلصه. يعني ضفت معلقه الخل وبعد كده ضفت الصلصه. وهبدا بقى إن أنا اضيف التوابل. المكرونه بتاخدش توابل كتير خالص عشان طعم يعني الصلصه والمكرونه يبقى باين. هي بس شويه كمون وشويه فلفل اسمر وشويه ملح. تمام كده. من الثلاث انواع دول، الملح طبعا عشان كده كده الحقيقه بتاعها، واحط شويه فلفل اسمر واحط شويه كمون، وتبقى كده مظبوطه معايا وزي الفل. ممكن لو انت حابه تضيفي لها مكعب مرق الدجاج ضيفي، مش حابه براحتك. هنا بقى خلاص كانت اتسبكت الصلصه معايا، اتسبكت وبقت تمام كده معايا وزي الفل. هبدا ان انا اضيف عليها المكرونه. هبدا بقى ان انا اقلبها، بس في المرحله دي ببقى مقلله درجه الحراره. يعني البوتاجاز ما ببقاش معلياه، ببقى موصل يعني عامله النار وسط علشان ما تتلسوعش مني. ببدا ان انا اشوحها تشويحه حلوه كده اهوت. وخلاص شربت معايا الصلصه، بركنها بقى على جنب. ودي اخر حاجه بقى بعملها. هبدا ان انا اعمل الكفته، مش اسويها في الفرن في المرحله دي، ليكي ان انت تسويها بطريقتين. يا اما تدخليها الفرن وتسويها في الفرن، يا اما تعمليها في الطاسه زي ما انا عملتها كده اهوت. طبعا كفته الطاسه دي بتبقى تحفه جدا. لو انت بقى عندك الفرن مثلا مش مظبوطه، فيها مشكله، الانبوبه خلص، اي حاجه يعني اي سبب عندك في المشكله، اي مشكله عندك في الفرن ومش هتعرفي تعملي فيها الكفته ونفسك فيها، ابداي اعمليها في الطاسه زي ما احنا هنعملها بالطريقه دي. بجد طعم الكفته في الطاسه ممتاز هايل جدا. يعني ما تستغربهاش، ما تبقاش بعيده قوي عن اللي في الفرن. تمام كده، طعمها حلو جدا. هبدا بقى ان انا اضيف معلقتين زيت وابدا ان انا اضيف فيها الكفته واديها صدمه بقى من ناحيتين. بس في المرحله دي ببقى مقلله النار، ببقى موسطناها، ما ببقاش معليه النار عشان تستوي. يعني تاخد لون حلو زي ما انتم شايفين كده، وفي الوقت نفسه تكون استوت من جوه. يعني ما تاخدش لون وهي لسه نيه. هبدا بقى ان انا اشوحها على الناحيتين لغايه ما احس ان هي استوت خالص، طعمها خلاص بقى مستوي. وابدا ان انا بقى ايه، لو يعني اوطي النار عليها وابدا ان انا اشوحها تشويح من كل الجوانب لغايه ما تستوي. لو حسيت ان هي لسه ما استوتش ابدا ان انا اغطيها، وبعد كده اشيل الغطا بتاعها وابدا ان انا ايه اقدمها زي ما انتم شايفين كده. بجد طعمها هايل جدا. اللي ما جربش الكفته بتاعه الطاسه يبدا ان هو يجربها، تعجبه جدا جدا جدا. طعمها ممتاز بالخلطه اللي احنا عملناها دي، وفي نفس الوقت التسويه بتاعتها حلوه قوي. بص بوريكم شكلها من جوه عامله ازاي، مفرغه ومش مكتومه، عشان خاطر البيكنج باودر اللي احنا حاطينه هيفرق معاها جدا في التسويه. ودي شكل المكرونه. بصوا قدمت جنبيها هنا بقى شويه طماطم مع شويه خيار، حاجه خفيفه كده يعني جنب الاكل، لو انت عايزه بقى تعملي اكله سريعه كده اهو. بس جربي بقى الوصفه بتاعه الكفته في الطاسه هتعجبك جدا جدا جدا. هتبطلي بتاعه الفرن دي خالص. بس ده كان الوصفه بتاعتي النهارده. يا رب ان شاء الله تكون عجبتكم ونهايه رضاكم. لو عجبتكم بقى تنسوش تعملوا لايك، تكتبوا لي كومنت حلو قمر زيك، وتفعلي رمز الجرس. واشوفك على خير في فيديو جديد ووصفه جديده ومع الف سلامه حبيبتي.